منافسه شرسه وعداوه مشتعله. الاهلي والهلال قصه لا على الخاطر ولا على البال. انا بتكلم عن مباراه الاهلي والهلال السوداني. مباراه ما بقتش بتتلعب في الملعب وبس، مباراه بقت بتتلعب في الملعب وفي المدرجات ما بين الجماهير، وعدت كمان خارج حدود الملعب. وفي بعض الاحيان بنلاقي بيانات بتطلع وتصدر من قبل مجالس ادارات الناديين. وهنا بقى لازم تسال نفسك اسئله مهمه جدا. هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ وليه جماهير الهلال السوداني بتسمي الاهلي مدلل الكاف؟ وليه الاهلي نفسه اللي هو مرعب افريقيا كلها ما بيعرفش يفوز على الهلال السوداني على ارضه في وسط جمهوره؟ بص يا سيدي، خلينا نبقى عارفين ان الاهلي والهلال هيلعبوا بعض في دور ال16 من بطوله ابطال افريقيا يوم 1 ابريل في القاهره، ويوم 8 ابريل ماتش العوده، وده هيتلعب في موريتانيا المره دي، مش هيتلعب في السودان، ده نظرا للاحداث اللي بتحصل في السودان الايام ديت، علشان كده الكاف مانع ان هي تلعب على ارضها اي مباريات. بخصوص الحته دي بالمناسبه، يعني ان الهلال السوداني طلب من الكاف ان هو يلعب ماتش العوده في ليبيا، ولكن الاتحاد الافريقي رفض الطلب، علشان كده الفريق السوداني هيكمل بقيه مبارياته في موريتانيا زي ما هو كان بيلعب في الاول. وهنا بقى نرجع للي احنا بنتكلم فيه في الاول، وهو سر العداوه اللي موجوده دايما ما بين الاهلي والهلال السوداني. خليك تبقى عارف كده ان اقول لك ان الاهلي والهلال السوداني لعبوا بعض 12 مباراه في 6 مواجهات مباشره ما بينهم قبل كده. المواجهه الاولى ما بين الفريقين هي دي المواجهه اللي ترتب على اساسها المشاكل المستمره لحد دلوقتي ما بين الفريقين. المقابله الاولى يعني الانطباع الاول، والانطباع الاول هو البصمه التي تستمر وتبقى. واحنا كده عندنا في جمله دايما بنقولها، الانطباع الاول يدوم. ففي الغالب كده يعني الانطباع الاول ده هو اللي بيحدد الدنيا هتمشي ازاي، في اتجاه ايجابي ولا اتجاه سلبي. وخلي بالك ده مش شرط يبقى في الكوره بس، ده في الحياه عموما. ايه بقى اللي حصل في اول مباراه ما بينهم؟ بص يا سيدي، هو كان بسم الله الرحمن الرحيم ما بينهم كده، كان ماتش مش عادي يعني، ده نهائي افريقيا سنه 87. الاهلي والهلال السوداني بيلعبوا نهائي افريقيا. ايوه، الهلال اللي انت شايفه دلوقتي بيطلع من دور ال8 او بيطلع من دور ال16 او بيطلع من دور المجموعات، ده سنه 87 كان ممكن يحصل على البطوله لو كان فاز على الاهلي. وده يفسر لك سبب العداوه اللي استمرت بعد كده. يعني اول مواجهه ما بين الفريقين بتيجي في نهائي، وانت بقى كاهلي مصري بتضيع حلمه في البطوله، فاكيد طبعا هتسيب له علامه كبيره. يمكن لو كانت المواجهه الاولى ما بينهم في دور المجموعات او دور ال16 مثلا، يمكن الامور ما كانتش وصلت للي احنا فيه دلوقتي. ومش بس هو ده السبب ان هي كانت نهائي على بطوله، الاحداث اللي حصلت في الماتش نفسها هي اللي خلت برضو الامور ان هي تمشي في نفس الاتجاه ده. الماتش الاول في المباراه النهائيه دي كان في السودان وانتهى 0-0 وما كانش فيه اي مشاكل خالص. ماتش العوده بقى في القاهره هو ده اللي كان فيه شويه احداث كده، يعني هي اللي عكرت الصفو ما بين الجماهير. بدا الماتش والفريق الهلال بيحرز هدف في نفسه عشان يتقدم الاهلي 1-0. بعديها الهلال بيهاجم، ومن كرة عرضية بتتلعب لعيب من الهلال بيحرزها هدف علشان يتعادلوا 1-1، ولكن الحكم هنا ألغى الهدف. وبصراحة كده يعني الهدف ما كانش فيه أي حاجة خالص. كابتن مدحت، أنا عايز أقول لك السودان بكرة هتتكلم على الموضوع ده كله عشان تبقى عارف. طبعا. بص يا كابتن، بص هنا الراجل رايح من ظهره. ده الفاول من مين اللي معاه ده؟ ما فيهاش فاول ولا فيها فاول ولا فيها أي حاجة. ما فيهاش فاول، لا. ده اللي في ظهر واللي ورا ما عملش حاجه. ده محمود اللي صالح. في ظهر محمود. جماهير الهلال بنت معتقداتها وتفكيرها ان الحكم ده متظبط علشان يخلص الماتش للاهلي. مش ممكن يكون الحكم اخطا فعلا؟ ممكن وجايز يكون الحكم اخطا، لانه في نفس المباراه نفس الحكم المغربي الغى للاهلي هدف بداعي التسلل. وصحيح ان زاويه التصوير والكاميرا ساعتها ما كانتش موضحه قوي سواء الهدف تسلل ولا لا زي بتاعه الهلال، لكن لو الحكم دوت عايز يجامل الاهلي او هو مرتشي زي ما هم بيقولوا، كان المفروض ان هو احتسب الهدف دوت للاهلي. وخصوصا ان هدف الاهلي ده كان قبل هدف الهلال بكتير. طبعا ان انت تخسر نهائي بطوله ده في حد ذاته يخليك تشيل من الفريق اللي انت خسرت منه، ما بالك بقى كان في غلطه تحكيميه في المباراه. وده يفسر لك سبب العداوه اللي استمرت بعد كده. يعني اول مواجهه ما بين الفريقين بتيجي في نهائي، وانت بقى كاهلي مصري بتضيع حلمه في البطوله، فاكيد طبعا هتسيب له علامه كبيره، ما بالك بقى كان في غلطه تحكيميه في المباراه. يعني تفاصيل اللقاء الاول ما بين الفريقين هي اللي زرعت بذور الكراهيه ما بينهم. قبل اي مباراه للهلال مع الاهلي، على وجه الخصوص مع الاهلي، الجماهير بتشحن اللعيبه بطريقه مرعبه، وده اللي يفسر لك ليه لحد دلوقتي الاهلي بجلاله قدره مرعب افريقيا مش قادر يفوز على الهلال على ارضه في وسط جمهوره. تاني مواجهه ما بينهم كانت سنه 2004 وكانت في دور ال 32 وكانت برضه بخروج المغلوب.
وساعتها قدر الهلال السوداني ان هو يخرج الاهلي بره البطوله خالص. في السودان فاز 1-0 وفي القاهره تعادلوا 0-0، ودول المرتين الوحيدين اللي هم سنه 87 وفي 2004 اللي الاهلي والهلال بيلعبوا بعض في مباريات النوك اوت اللي هي بخروج المغلوب. بقيه المباريات اللي بعد كده كلها كانت في دور المجموعات. خلاص بقى يا هلال انت كده خدت طارك، هو خرجك بره البطوله مره بس كانت في النهائي، وانت خرجته مره تاني في دور ال 32. لكن لا ابدا، مفيش فايده والجرح لسه معلم عند الهلاليين. في مباراة بقى 2020 هي دي المباراة اللي الأمر فيها كان هيخرج عن السيطرة، وجماهير الهلال السوداني قدرت إن هي تنزل الملعب عشان تهاجم لعيبة الأهلي، ولكن الأمن تدخل وقدر إن هو الحمد لله يحمي لعيبة الأهلي وقتها، وقدر الأمن إن هو يخرج لعيبة الأهلي من المقبرة بسلام. والمقبرة ده اللقب اللي بيطلقه جماهير الهلال على استاد أم درمان. بس بقى من هنا ورايح خد عندك مباريات الأهلي والهلال بقت مباراة خارج الخطوط. مباراة ما بقتش بتتلعب على أرضية الملعب ما بين اللاعبين، اتنقلت كمان لبين الجماهير في المدرجات وعلى السوشيال ميديا زي ما قلنا، ومجالس الإدارات بقى بيانات وعدد التذاكر هنا وهناك والحاجات اللي شبه دي. دلوقتي عشان تبقى عارف الأهلي والهلال هيلعبوا بعض، والأهلي عنده مباراة في غاية الصعوبة. عايزك تبص دلوقتي على منتخب السودان. منتخب السودان دلوقتي بيتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم، المجموعة اللي فيها السنغال بطل أفريقيا. السودان مش هيوصل للمكانة ديت إلا لما يكون فعلا هو يستاهل وعنده فريق قوي، ومنتخب السودان نفسه نص لعيبته من فريق الهلال السوداني، علشان كده المرة دي المباراة هتبقى صعبة جدا على الأهلي المصري. يعني من الآخر كده لعيبة الهلال السوداني لعيبة مميزين جدا 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 في الوقت الحالي، بس هم برضو عارفين ان الاهلي ده مرعب افريقيا واكيد عاملين له حساب كويس جدا، عشان كده المباراه ما بينهم هتبقى مباراه صعبه جدا، وان شاء الله يعني تكون مباراه ممتعه. وهنا يعني في اخر الفيديو عايز اقول لك ان في رساله مهمه جدا لجماهير الهلال السوداني وجماهير الاهلي المصري. اسم مصر والسودان اسم ارتبط ببعضهم فترة كبيرة من الزمن، مش مجرد يعني جيران جغرافيا والكلام دوت، لا احنا شعبين قريبين من بعض جدا، قريبين من بعض في الثقافة وفي الدين وفي الاخلاق وفي الطباع، وفي الاخر يعني الكرة دي لعبة ترفيهية ما تاخدش حجم اكبر من حجمها، نتنافس ما بيننا وما بين بعض بروح رياضية. يا مصيبة وجاني من بدري زي الصاروخ في وداني، ما فيش حاجة اسمه مصري ولا حاجة اسمه سوداني، بحر النيل راسه في ناحية رجليه في الناحية الثاني، فوقاني روحه في داهية إذا كان سيبو التهتاني، الناحية شنجي كيري كيري.